طيب نيجي هنا مع بعضنا بقى في السؤال رقم 23. بيقول لي نهى لما السين تقول للما لا نهاية. تمام، نهى لما السين تقول للما لا نهاية دي 5. تمام، أس 5 زائد س أس -2. طبعا احنا عارفين إن الأس السالب بيعمل إيه؟ بيشقلب الكسر. يعني 5 س أس-2 دي كأنها 1/س-2. أي حاجة الأس بتاعها سالب بنعمل إيه عشان نشيل السالب؟ بنغير إشارة الإيه؟ الأس ونبدلها ننزلها تحت، أو لو هي تحت نطلعها فوق. طيب وهنا 1 زائد 2 س أس-2، يعني دي كأنها 2/س-2. تمام؟ قال لي طب يبقى احنا كده عدلنا بس اللي هي الحاجات اللي فيها الأس الإيه؟ السالب ده. قال لي طب يبقى الكلام دوت بيساوي بقى مكان السين بالملا ايه؟ بالملا النهاية. فلما نحط مكان السين هنا ملا النهاية هيطلع الكلام ده بإيه؟ بصفر. لما نحط هنا مكان السين ملا النهاية هيطلع الكلام ده بإيه؟ بصفر. يبقى بقت 5 زائد 0 على 1 زائد 0. الكلام ده يطلع ب5/1 يساوي كام؟ 5. يا إما طبعا إن احنا ممكن هنكتبها فين؟ في الآلة زي ما اتفقنا، ونعملها ما لا نهاية، نحط أي رقم إيه؟ كبير. يلا نشوف كمان سؤال. نيجي السؤال رقم 24. بيقول لي مثلث أ ب ج تساوي الأضلاع. طبعا السؤال ده سؤال مهم بيكرر كتير معانا. مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه ب5 جذر 3، فعايز طول قطره. طبعا احنا عارفين إن مثلث متساوي الأضلاع قياس كل زاوية من زوايا بيساوي 60. تمام، قياس أي زاوية بيساوي عندنا كام؟ 60. طب يبقى احنا عندنا أ شرطة على ج أ بيساوي ب شرط على ج ب بيساوي ج شرط على ج ج بيساوي 2 ناق. هو طبعا عايز طول ايه؟ القطر بتاع ده. فطبعا احنا عندنا الضلع اهو مديهوني ب5 5 جذر 3. تمام، والزاوية عندنا ب60، فيبقى جا ايه؟ 60. يبقى الكلام ده هو يبقى 5 جذر 3 على جا 60 بيساوي 2 ناق. طبعا هنعمل 5 جذر 3 على جا 60 هيطلع معايا 2 ناق بتساوي 10. يبقى هنعمل الكلام ده هيطلع معايا ب10. طبعا 2 ناق ده اللي هو طول القطر. لو عايز نص القطر يبقى هنقسم على الاتنين، نيجي تطلع معانا نص القطر ب5. هو طبعا عايز طول القطر، يبقى طول القطر عندنا بكام؟ ب10. يلا نشوف كده كمان سؤال. بيقول لي عايز مجال الدالة د س بتساوي جذر س -3. طب احنا عارفين طبعا ان احنا عشان نجيب المجال لما تكون الدالة عندي جذر فببص على دليل الجذر. تمام، فدليل الجذر هنا زوجي، واحنا عارفين ده جذر تربيعي. ولما يكون دليل الجذر زوجي فبناخد اللي تحت الجذر بيكون أكبر من أو يساوي الصفر. يعني حاجة أقول له س -3 أكبر من أو تساوي مين؟ الصفر. هتقول لي هنودي التلاتة هناك بعكس الإشارة، يبقى السين أكبر من أو تساوي -3. يعني معنى كده إن السين تاخد من أول -3 لحد ما لا نهاية. يبقى الإجابة بتاعتي اللي هي ب. تمام. طيب نشوف كده كمان سؤال. بيقول لي المساحة المحصورة. طبعا السؤال ده نخلي بالنا منه شوية، سؤال تقيل وظريف جدا. بيقول لي هنا المساحة المحصورة بين منحنيين الدالتين د س بتساوي س -3 مقياس -2 وراء س بتساوي 0. طيب هنا طبعا الراجل ده بيديني دالتين وعايز يجيب المساحة المحصورة بين المنحنيين بتوعهم. طب عايزين نعرف الدالتين دولت. الدالة الأولانية دي بالنسبة لنا اللي هي دالة مقياس. تمام، ودالة المقياس عندنا عايزين نرسمها. فاحنا عارفين ان احنا بناخد اللي جوه المقياس عندنا بنساويه بالصفر، اللي هي س زائد كام؟ -3. هنساويها بمين؟ بالصفر. هتودي التلاتة هناك بعكس الإشارة، يبقى س بتساوي -3. تمام. قال لي طب والرقم اللي قاعد لوحده اللي هو بره اللي هو الصاد، يبقى الصاد عندنا بكام؟ ب -2. يبقى رأس المنحنى عندنا هي النقطة -3 وب-2. طب يلا كده نرسم دالة المقياس بتاعتنا. هنرسم المحورين اهم بتوعنا. تمام، ادي محور السينات ومحور الصادات. ماشي، رسمنا المحورين بتوعنا. طيب
وهنيجي طبعا عند راس المنحنى اللي هي -3 وكام و2. ادي طبعا هنا 1 2 3 ماشي 4، هنا -1 -2 -3 -4 -5 -6. وهنيجي عند وهنا -1 -2 -3 -4 1 2 3. هنيجي عند -3 و2، عند -3 وال-2، يعني هنا في المكان ده -3 وال-2. ادي راس المنحنى بتاعتي. تمام، سوري معلش، آسف، -3 و-2، يبقى دي راس المنحنى اهي بتاعتي. تمام، عند -3 و-2. طب هنيجي بقى نرسم دالة المقياس. دالة المقياس عندنا احنا عارفين هي بتترسم على شكل 7، هي بتترسم على شكل 8. اتفقنا تترسم على شكل 7 لما يكون اللي قدام منها موجب، وترسم على شكل 8 لما يكون اللي قدام منها سالب. فدي طبعا قدام منها موجب يبقى هتترسم على شكل 7، يعني معنى كده إن هي هتترسم بالمنظر ده كده. تمام، ادي كده رسمت دالة المقياس ايه بتاعتي. تمام، طيب ادي كده انا رسمت دالة المقياس. دي الدالة الاولانية اللي هو قال لي عليها. طب الدالة التانية اللي هي بتقول لي ان ر س بتساوي صفر. دي دالة بتساوي صفر، واحنا عارفين د س بتساوي صفر او ر س بتساوي صفر. الدالة اللي هي بتساوي صفر اللي هي بالنسبة لنا محور الايه السينات. تمام، اللي طبعا احنا عارفين ان معادلة محور السينات، معادلة محور السينات اللي هي ص بتساوي ايه صفر، والصاد اللي هي د س. فد س بتساوي صفر دي برضو هي دالة محور مين السينات. يعني معنى كده ان الراجل يقصد ان المنحنى التاني هو محور السينات شخصيا اللي هو ده يعني. تمام، ادي الدالة التانية اللي هو بيقول عليها. يبقى انا كده رسمت الدالتين بتوعي. طب هو عايز ايه بقى؟ هو عايز مساحة المثلث المحصور بينهم أو مساحة الشكل أو المساحة المحصورة بين منحنيين الدالتين. طبعا هنلاقي إن ما بين الخطين دولت الجزء المحصور بالنسبة لنا اللي هو إيه؟ اللي هو الجزء ده. يعني الراجل كأنه بيطلب مني عايز مساحة المثلث ده. طب أنا عشان أجيب مساحة المثلث ده، طبعا إحنا عارفين مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع ونص حاصل ضرب عيد العين في جذر الزاوية ما بينهم. طب إحنا عشان طبعا نجيب، طبعا إحنا عارفين الارتفاع. قلت له الارتفاع اهو اللي هي المسافة دهيت، دي الارتفاع. طب والمسافة دي عندنا بكام؟ قلت له المسافة دهيت قد المسافة دهيت اللي هي بالنسبة لنا اللي هي طول محور الصادات أو طول الوحدات بتاعت محور الصادات. هما كام وحدة؟ وحدتين. يبقى أنا عارف الارتفاع هنا اهوت مربعين. طب المسافة هنا، طبعا أنا لو راسم الرسمة اللي هي قاعدة يعني، أنا لو راسم الرسمة مظبوطة تمام يعني بالأرقام، هعرف أجيب القاعدة بالمربعات. طيب مش عارفها، يعني أنا مش راسم الرسمة مظبوطة، فبالتالي هجيب نقط التقاطع بتاعة المنحنيين. أي حاجة عايز تجيب نقط التقاطع بتاعة منحنيين لدالتين، ساوي الدالتين ببعض. تمام، ساوي الدالتين ببعض هتجيب نقط التقاطع بتاع المنحنيين. يعني احنا عايزين نجيب نقطة التقاطع بتاع الدالة الأولانية اللي هي دالة المقياس مع الدالة اللي هي محور الايه السينات. حضرتك عشان تعمل الكلام ده هتساوي الدالتين ببعض. يعني هتيجي تقول لي إن مقياس س زائد 3 تمام ناقص 2 بتساوي دي كده الدالة الأولانية هتساويها بالدالة التانية اللي هي صفر. تمام، وكده حضرتك هتقدر تجيب نقط التقاطع بتاعتك. قال طب يلا نحل المعادلة ديت كده. سويت الدالتين ببعض، هتقول لي هنودي الاتنين هناك بعكس الإشارة، يبقى مقياس س زائد 3 تمام بتساوي 2. طبعا احنا عارفين إن احنا نحل المعادلة بتاعة مقياس. تمام، هيبقى مرة هناخد اللي جوه المقياس بنفس الإشارة، ومرة هناخد اللي جوه المقياس بعكس الإشارة، ونجيب صفر المقياس والكلام ده. طب أو ممكن نعمل برضو س زائد 3 نغير إشارة اللي بره، مرة بتساوي 2 بالموجب، وس زائد 3 مرة بتساوي 2 بالإيه بالسالب. يتغير إشارة اللي بره يتغير إشارة اللي جوه المقياس. طب هنودي 3 هناك بعكس الإشارة، يبقى س بتساوي -1. تمام، 2 ناقص 3 بسالب 1.
وتودي هنا التلاتة بعكس الإشارة يبقى -3 يبقى س بتساوي -5. يبقى معنى كده إن نقط التقاطع عندنا هي -1 و-5. فلو حضرتك راسم الرسمة مظبوطة هيبان معاك نقط التقاطع اللي هي -1 وال-5. وكده أصبح عندنا القاعدة هنا بالنسبة لنا كم مربع؟ أدي 1 2 3 4 من -1 ل-5. تمام، يبقى المسافة ما بينهم 4 وحدات. يبقى أنا عندي كده المثلث ده القاعدة بتاعته ب4 والارتفاع بتاعه بكم وحدة؟ بوحدتين مربعين، يبقى هنا 2 وحدة. تمام، ده الارتفاع. يبقى كده مساحة المثلث بتاعتي بتساوي نص القاعدة في الارتفاع، يبقى نص في القاعدة اللي هي عندنا ب4 في الارتفاع عندنا اللي هو ب2، يبقى نص 4 في 2 يطلع معايا ب4. تمام، ودي مسألة ظريفة، عايزة واحد يكون برضو مركز كده وفاهم الدنيا ماشية ازاي. يلا نشوف كده مع بعضينا كمان سؤال. طبعا بيقول لي في السؤال دوت متوازي أضلاع أ ب ج د. أدي متوازي أضلاع أ ب ج د. بيقول لي في قياس زاوية أ بتساوي 50. بيقول لي إن زاوية أ بكام؟ ب50. تمام. طب وبيقول لي إن قياس زاوية د ب ج. د ب ج يبقى أنا محتاج إن أنا أوصل الدال بالإيه؟ بالب. بيقول لي إن زاوية د ب ج دي ب70 درجة. تمام، الزاوية دي كده ب70 درجة. وبيقول لي إن ب د ده ب8 سنتي. تمام. بيقول لي عايز محيطه، يعني عايز محيط الإيه؟ المستطيل. طيب بالنسبة لنا ديت مفيش أي مشكلة. طبعا احنا عارفين إن في متوازي الأضلاع كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس، يعني معنى كده إن الزاوية دي كده بكام؟ ب50. تمام. وعندي الزاوية دي ب70 والزاوية دي ب50، يبقى الزاوية التالتة عندنا بإيه؟ ب60. يبقى أنا أصبح المثلث بتاعي اللي أنا شغال فيه أهو الكامل عندي الضلع ده عندي بكام؟ ب8 سنتي. تمام. وعندي الزاوية دي ب70 والزاوية دي ب50 والزاوية دي بكام؟ ب60. كده أنا هقدر أشتغل بقاعدة الجيب وأعرف أجيب عندي الدال جيم ده بكام وأعرف أجيب البي جيم ده بكام، عشان طبعا عشان نجيب محيط المتوازي يعني عايزين نجمع أطوال إيه؟ أضلاعه. قال لي طب احنا عارفين إن كل ضلعين في وش بعض بيكونوا قد إيه؟ قد بعض، فبالتالي أنا محتاج إن أنا أجيب الضلعين بتوع المتوازي عشان أعرف أجيب المحيط. طيب هنا هنشتغل طبعا عندنا 3 زوايا وعندنا ضلع، يبقى هنشتغل بقاعدة الجيب. يبقى هنقول له أ شرط على ج أ بيساوي ب شرط على ج ب بيساوي ج شرطة على إيه؟ على ج ج. وهبدأ أحط أدي أ شرطة. تمام. أدي مثلا لو سمينا ده أ شرطة مثلا. تمام. وأدي زاوية أ أدي أ ب ج مثلا، أدي سميناه كده أي حاجة مش هتفرق معانا، أو لو هنسميه زي ما هو موجود عندنا ج وأدي د معايا وأدي ب. فهيبقى ده بالنسبة لنا ده ج شرطة وده هيبقى د شرطة. تمام. وده هيبقى ب شرطة. فلو عايزين تعملوها كده مفيش مشكلة، عايز تشتغلها كده برضو مفيش مشكلة، يعني احنا أصلا دي اختيارات فهو مش شايف احنا بنحل ازاي. تمام. فهتقول لي يبقى آه هتقول لي يبقى هنا هو ج شرطة. تمام. على ج ج بيساوي ب شرطة على ج ب بيساوي د شرطة على ج د. ماشي. يبقى ج شرط عندنا اللي هو 8 على ج ج اللي هي ج50 بيساوي ب شرط عندنا اللي احنا مش عارفينها على ج ب اللي هي ب70 بيساوي د شرط اللي احنا مش عارفينها على ج د. ماشي، اللي هي عندنا بكام؟ ب60. ده المفتاح بتاعي. هنشغل طبعا مقصات هتعرف تجيب الب شرطة، يعني يبقى انت كده عرفت تجيب الضلع الأولاني ده. خلاص كده ده أصبح عندنا موجود مفيش أي مشكلة. وهنعمل مقص هنعرف نجيب الضلع الإيه؟ التاني. تمام. طيب بعد ما جبنا الضلعين ماشي كده هيطلع معانا واحد تقريبا ب9 والتاني ب10 تقريبا. تمام. وهنجمع طبعا مرتين معايا، يعني هيطلع ده هيطلع ب9 سنتي وده هيطلع ب10 سنتي. تمام. فيبقى ده كمان ب10 سنتي وده هيبقى بكام؟ ب9 سنتي. كل ضلعين في وش بعض قد بعض، يبقى كده 20 و18 يطلع معانا 38. ويبقى محيط
المتوازي عندنا ب8 وكام و30. يلا نشوف كمان سؤال. بيقول لي في السؤال دوت س بتساوي 4 س ناقص 5 وراء س بتساوي 3 أس س. بيقول لي فإن تمام بعد للاتنين. طبعا السؤال ده يخص الطول العلمي بس. تمام. طيب بعد للاتنين يعني معناها ان هو للدالة لما نعوض فيها بالاتنين. طب فهنيجي نعوض في الدالة بالاتنين، هنجيب اتنين، يعني هنشيل السين ونحط مطرحها اتنين، فتبقى 3 أس 2 بكام؟ ب9. يعني معنى كده كأننا هنجيب ايه؟ 9. قال لي طيب يبقى اتنين طلعت ب9، يبقى احنا هنشيل كلمة اتنين ونحط مطرحها كام؟ ال9. فيبقى كده هنجيب 9، يعني هنيجي في الدالة اللي اسمها ونعوض مكان السين بكام؟ ب9. هتقول لي تمام. يبقى 4 في 9 ب36، 36 ناقص 5 يطلع معانا ب31. يبقى الإجابة بتاعتي 31. يلا نشوف كمان سؤال. بيقول لي هنا 5 أس س زائد 1 بتساوي 7 أس س زائد 1. طبعا احنا عارفين إن مادام الأس هنا عندنا بيساوي الأس بيساوي الأس، يبقى المفروض الأساس بيساوي الأساس. مادام الأساس ما بيساويش الأساس، يبقى الأس عندنا على طول لازم يطلع بيساوي كام؟ صفر. يبقى معنى كده إن س زائد 1 دي بتساوي إيه؟ بتساوي صفر. تمام. طبعا منها هتعرف تجيب السين، تطلع هتودي الواحد هناك بعكس الإشارة، يبقى السين بتساوي -1. تمام. هو طبعا مش عايز السين، هو عايز 3 أس س زائد 1. طب ما احنا قلنا إن س زائد 1 دي كلها بصفر، يعني كأنها السؤال بتاعي 3 أس صفر، وأي حاجة أس صفر بكام؟ ب1. تمام. طيب يلا كده نشوف كمان سؤال. بيقول لي نهى لما السين تقول للاتنين. طبعا سؤال اهوت ما عندناش أي مشكلة. طبعا س دي س أس 3 دي س أس 3. تمام. طبعا دي عشان تحلها حضرتك هتحلها بالقسمة التركيبية. تمام. عشان دي س أس 3. وطبعا عشان متوجعش قلبك فهتعملها فين؟ في الآلة زي ما اتفقنا. تمام. هتطلع معاك الإجابة على طول، مفيهاش أي مشكلة، هتطلع معاك ب5/4. تمام. يلا كمان سؤال. بيقول لي في أي مثلث س ص ع يكون س شرطة تربيع زائد ص شرطة تربيع ناقص 2 س شرطة ص شرطة جتا ع. طبعا ده عارفين إن هو ده القانون بتاع ع شرطة تربيع. تمام. طبعا بيبقى اللي احنا بنجيب له الجتا، الزاوية اللي احنا بنجيب لها الجتا الضلع المقابل ليها أس 2، يبقى ده القانون بتاعي. يلا نشوف كمان سؤال. بيقول لي س أس 3/2 بتساوي 8. عايزين نجيب السين. طبعا عشان نجيب السين هنحل المعادلة، يبقى هنخلص من الأس، واحنا متفقين إن احنا لما نيجي نخلص من الأس بنوديه الناحية التانية بس بالمشقلب. تمام. طب نحط موجب ولا سالب؟ نحط موجب وسالب ولا لأ؟ قال لي نبص على الأس اللي فوق اللي قبل ما نشقلبه. الأس اللي فوق ده كان زوجي؟ لأ مش زوجي. لو كان زوجي كنا حطينا هناك موجب وإيه وسالب، لكن هو طبعا الأس ده مش زوجي. طيب يبقى مش هنحط موجب وسالب، يبقى س بتساوي 8 أس 2 على كام؟ على 3. هتعمل طبعا 8 أس 2 على 3 هتطلع معاك في الآلة ب4، يبقى السين عندنا بتساوي 4. تمام. يلا نشوف كمان سؤال. هنا بيقول لي مجموعة حل المتباينة. مديني متباينة كده اهوت، بيقول لي أصغر منها وتساوي 9. طبعا احنا عارفين لما يكون في عندنا متباينة وفيها جذر بيكون اللي تحت منها ده عبارة عن مربع كامل. مربع كامل يعني بنحلله عبارة عن قوس أس 2، يعني اللي تحت الجذر ده هيتحلل عبارة عن قوس أس 2. تمام. قال لي طب بنحلله ازاي كده؟ زي ما اتفقنا بنجيب جذر الأولاني ونكتبه في الأول، يعني جذر ال4 تبقى 2 والس أس 2 تبقى س، وأجيب جذر الأخراني وأحطه في الآخر اللي هو جذر ال9 يبقى 3، وباخد من اللي في النص بس الإشارة بتاعته أدي السالب. تمام. يبقى ده كده عبارة عن مربع ايه كامل. تمام. يبقى بنحلله ازاي؟ بنجيب جذر الاولاني تمام ونكتبه في الاول، ونجيب جذر الاخراني ونكتبه في الاخر، وباخد بس من اللي في النص الاشارة. تمام. الخطوة اللي ورا على طول بنشيل الاس مع الجذر ونحط اللي موجود في قيمة مطلقة، يعني الكلام ده يبقى القيمة المطلقة ل2 س ناقص 3. تمام.
الكلام ده أصغر من أو يساوي التسعة. وكده بقت خلاص المتباينة اللي موجودة عندي متباينة إيه؟ متباينة مقياس. قال لي طب وهنا دي العلامة بتاعتي أصغر، فهقول له يبقى 2 س ناقص إيه؟ 3، مرة أصغر من أو تساوي التسعة ومرة أكبر من أو تساوي السالب تسعة. تمام، باخد الرقم مرة بنفس الإشارة ومرة بعكس الإيه؟ الإشارة. تمام. وهبدأ أحل المتباينة بتاعتي. همشي التلاتة تروح بعكس الإشارة، يبقى موجب تلاتة هنا وموجب تلاتة هنا. طيب يبقى هنا سالب تسعة وتلاتة يبقى سالب ستة، وادي هنا فاضل الاتنين س في النص، وهنا تسعة زائد تلاتة يطلع معانا ب12. نخلص من الاتنين تروح بالقسمة، يبقى هنقسم هنا على الاتنين ونقسم هنا على الاتنين، يطلع معايا هنا سالب تلاتة وهنا السين. تمام، وهنا 12 على الاتنين يطلع فيها الستة. يبقى بالنسبة لنا مجموعة الحل من سالب تلاتة وكام وستة، وعندنا علامة يساوي، يبقى الفترات عندنا مقفولة، يبقى سالب تلاتة وستة مقفولين. دي الإجابة بتاعتي. تمام. طبعا دولت ما ينفعوش لأن حرف فرق ديت ما تنفعش مع علامة أصغر، حرف فرق دي تنفع مع الإيه الأكبر. تمام. قال لي طب يلا نشوف كمان سؤال. هنا بيقول لي إنها لما السين تقول لما لا نهاية. تمام. قال لي طيب دي طبعا زي ما اتفقنا هتكملها في الآلة، مفيش أي مشكلة. أو طبعا دي سهلة. بيقول لي س تقول لما لا نهاية واحد على س. تمام، يعني كأن الكلام ده كله مقسوم على س اللي هو جذر تلاتة زائد أربعة س أس اتنين. طب السين دي هندخلها تحت الجذر، فاحنا عارفين إن السين دي لما تخش تحت الجذر تمام تخش بسين أس اتنين تحت الجذر التربيعي. فكأن السؤال بتاعي بيانها لما السين تقول للما لا نهاية. تمام، الجذر التربيعي لتلاتة على س أس اتنين زائد أربعة س أس اتنين على س أس كام؟ أس اتنين. يبقى احنا السين دهيت تمام دخلت تحت الجذر التربيعي تبقى س أس اتنين، يبقى هقسم كل واحد على س أس اتنين. فطبعا ده هيطير ايه مع ده، فهتبقى كأن المسألة بتاعتي عبارة عن جذر تلاتة على س أس اتنين تمام زائد أربعة. ونهى لما السين عندي تقول للما لا نهاية، لما أحط مكان السين ما لا نهاية تمام يبقى يطلع تلاتة على ما لا نهاية أس اتنين، يعني ده بصفر زائد أربعة، يبقى جذر صفر زائد أربعة يعني جذر الأربعة يطلع باتنين. أو طبعا زي ما اتفقنا إن احنا هنكتبها في الآلة، وطبعا ما لا نهاية هنحط رقم إيه كبير زي ما عملنا شبهها في الفيديو الأولاني بتاع المحافظة ديت، كان برضو كان فيه أسئلة زيها. يلا نشوف كمان سؤال. برضه هنا هو بيقول لي نهى لما السين تقول لي سالب اتنين، دي طبعا برضه هتعملها في الآلة طبعا أو حضرتك هتحللها طبعا، هتشتغل بالقانون وبالتالي هتعدل النهاية فهتبقى بالآلة أسهل لك. وهتعملها في الآلة طبعا السين بتقول لي كام؟ لسالب اتنين، فحضرتك هتعمل في الآلة سالب اتنين علامة صفر 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 مثلا واحد، وهتطلع لك الإجابة مفيهاش أي مشكلة بسالب خمسة على الأربعة. يلا نشوف كمان سؤال. بيقول لي مدى الدالة د س بتساوي مقياس واحد على مقياس س. طيب احنا طبعا عارفين هو عايز المدى. طبعا دي احنا ممكن نجيبها بالفهلوة أو نجيبها بالرسم. تمام، طبعا احنا عارفين إن ده دالة كسرية، المقياس طبعا هيطلع رقم موجب. معايا المقياس هيطلع رقم موجب، يعني هنا كل الإجابات هتطلع في الإيه؟ في الموجب، صح كده؟ طب نيجي بقى للمشكلة التانية، هل ينفع تطلع بصفر ولا لأ؟ طبعا ما ينفعش هنا المقام يكون بإيه؟ بصفر. يبقى معنى كده إن كل الإجابات بتاعتي هتطلع في الموجب والصفر لأ. يبقى الإجابة بتاعتي من صفر مفتوح لما لا إيه نهاية. تمام، يبقى إحنا عارفين كده إن ده دالة كسرية، يعني ما ينفعش يكون المقام بصفر، يبقى السين ما ينفعش تاخد صفر، يعني معنى كده إن الإجابات بتاعتي ما ينفعش تطلع تحت بإيه بصفر. قال لي طب حضرتك عايز بقى تحلها عادي، يبقى إحنا هنعمل إيه؟ هترسم طبعا دي دالة كسرية، فإحنا عارفين إن الدالة الكسرية بترسم بالمنظر ده. تمام، دي الدالة الكسرية ماشي كده. طب الدالة دي معاها ايه؟ معاها مقياس، فلازم حضرتك هتعدلها. هتيجي تقول لي ايه هنساوي اللي جوه المقياس عندنا بالصفر، يبقى السين بتساوي ايه؟ صفر. فهتيجي تقول لي يبقى هنيجي نعمل كده، يبقى هنعمل إعادة تعريف للدالة. يبقى لما السين تكون أكبر من أو تساوي الصفر تمام، لما تكون السين بتاعتي أكبر من أو تساوي الايه؟ الصفر،
هناخد اللي جوه المقياس بنفس الإشارة، فهتقول لي يبقى كده 1/س. ولما تكون السين بتاعتي أصغر من الصفر هناخد اللي جوه المقياس بعكس الإشارة، فيبقى -1/س. تمام، هناخد اللي جوه المقياس بعكس الإشارة، يعني السالب دي هتتحط هنا. تمام، بس احنا هنشيلها ونحطها في الجنب. تمام، ماشي. قال لي طب يبقى أصبح كده عملت إعادة تعريف للدالة، تعالى بقى نرسمها. طب دي الدالة الكسرية أهي. تمام، قال لي بس هنا هو دي اللي قدامها موجب، يعني اللي هترسم كده. ده لما تكون السين أكبر منين أو تساوي الصفر. طب يعني عايز في الجزء اللي هو أكبر من أو يساوي الصفر، يعني عايز في الجزء ده. تمام كده، يبقى في الجزء ده هو ده اللي احنا عايزينه في الخطوة الأولانية، س أكبر من أو تساوي الصفر. طب معنى كده إن الرسمة دي احنا مش عايزينها. تمام، قال لي طب يبقى هو عايز بس الفردة دهيت في الأكبر من أو يساوي الصفر. طب والأصغر من الصفر اللي هو في الجزء بقى السالب ده. تمام، اللي هو الجزء ده أنت عايز إيه؟ قال لي عايز -1/س. الله، طب ما هو -1/س ديت الدالة دي بترسم إزاي؟ دي الدالة الكسرية اللي هي جنب منها سالب، فاحنا عارفين الدالة الكسرية اللي جنب منها سالب بتترسم كده. تمام، دي الدالة الكسرية اللي جنب منها سالب. انت عايز منها انهي؟ اللي اصغر من الصفر، يعني عايز اللي في الجزء ده. يبقى الجزء ده حضرتك ما انتش عايزه. تمام، يبقى معنى كده ان الرسمة بتاعتي هي الجزء اللي موجود عندي ده. طب المدى بتاعي بقى، طبعا المدى بتاعي اهوت واضح اهوت، يعني اللي اخدته من محور الصادات يبقى من اول بعد الصفر تمام للما لا نهاية. تمام، طيب نيجي للسؤال اللي وراه. بيقول لي مجموعة حل المعادلة لوغاريتم س للأساس 2 زائد لوغاريتم س للأساس 4. طبعا هتجرب حضرتك بالاختيارات، مرة تحط مكان السين 2 مش هتنفع، تحط مكان السين 4 هتنفع معاك، ما عندناش أي مشكلة، هتديك التلاتة. تمام، قال طب نشوف كمان سؤال. ده طبعا طلبة العلم، بيقول لي نهى لما السين تقول للصفر 1 - جتا س. عايزين نعدلها شبه القانون. طبعا عشان نعدلها شبه القانون يبقى 1 - جتا س دي لازم تتقسم على س. يبقى 1 - جتا س دي عايزين نقسمها على س، وزي ما قسمنا ده كان على س يبقى لازم نقسم ج2 س على س. تمام، واللي تحت 1 - جتا س دي برضه لازم تتقسم على س، ناقص ج س هنقسمها على س. كده احنا عدلناها شبه القانون. طيب ده كده بقت شبه القانون، ودي عندنا كده بصفر. تمام، ودي هتقول لي السين هتروح مع السين مع الجا وتسيب لي الاتنين، ودي بقت شبه القانون هتطلع معايا بصفر، ناقص ودي الجا س مع السين مع الجا هتطلع تمشي، يبقى اتفضل معانا مفيش حاجة، يبقى واحد. يبقى أصبح معانا صفر زائد اتنين باتنين على صفر ناقص واحد بسالب واحد، يبقى اتنين على سالب واحد بسالب اتنين. تمام، ويبقى الإجابة بتاعتي بسالب اتنين. يلا نشوف كده كمان سؤال. طبعا هنا نفس الكلام دي هتتعمل معانا في الآلة بتاعتنا، بس بدل اللي هي دي هنخليها اكس يعني. تمام، يعني هو كاتبها لي هي هنخليها اكس معايا، وهنعملها في الآلة تقول لمين؟ للصفر. هي الصفر ده هنكتبه صفر علامة صفر 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 واحد، هيطلع معايا الإجابة سالب 300 سالب 336. تمام، طب نشوف كمان سؤال، آخر سؤال معانا. بيقول لي نهى لما السين تقول للصفر، ده طبعا بتاع طلبة العلمي. نهى لما السين تقول للصفر 5 س قتا 2 س. طب احنا ما بنشتغلش مع قتا، القوانين بتاعتنا مع الجا والجتا والظا. طب القتا دي اللي هي مقلوب الجا، يعني السؤال بتاعنا كأنه كده نهى لما السين تقول للصفر 5 س، والقتا دي اللي هي مقلوب الجا تبقى جا 2 س. تمام، يبقى احنا عدلنا كلمة قتا دي وخليناها جا بس بالمقلوب، بدل ما هي مكتوبة فوق كتبناها تحت. قال لي خلاص كده بقت شبه القانون، ما عندناش فيها أي مشكلة. أو تقول لي نقسم على س تحت وس فوق اللي يعجبك، يعني سواء عملتها كده على س تحت وس فوق، وهتقول لي يبقى هنا هيتفضل خمسة ودول هيطيروا مع ده مع ده مع ده، هيسيبوا لي الاتنين مفيش أي مشكلة. أو ممكن طبعا إذا هتيجي تقول لي السين مع السين مع الجا هيطيروا مع بعض ويسيبوا لي الخمسة على الكام؟ الاتنين، مفيش أي مشكلة، تبقى الإجابة بتاعتي بخمسة على الاتنين. تمام، وبكده نبقى احنا خلصنا المحافظة بتاعت المنوفية.
وإن شاء الله اللقاء في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.